ايه يا استاذ احمد يا عبد العزيز؟ لا يا اخويا مش ده، ما تترجمهاليش حرفي. ده الاستاذ احمد عبد العزيز الممثل، ده ليه رؤى تانية وفيديو تاني هبقى اقطعه فيه. انا جاي النهارده اتكلم عن الاستاذ احمد عبد العزيز المذيع. ايوه هو ده. فيلا بينا نبدا الحلقه، عشان خاطر الراجل ده عمل نوش على القنوات الفضائيه. انا جاي احل لكم المشكله كلها، ومن الاخر انا راشق معاه في المصلحه دي. الاستاذ حمدي الوزير ما طبعا لازم يظهر في الفيديوهات اللي زي دي. فيلا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ارزعني لايك. النهارده هنتكلم عن الاستاذ احمد عزيز المذيع، بس انا بصراحه شايفه اليومين دول بيلعب دور مش لذيذ، دور كده شفته في افلام قديمه بالظبط كده. يعني يا استاذ احمد بالله عليك فهمني، عشان انا راجل بصمجي فهمي على قدي، عايز افهم الحوار اللي بيدور ده بيدور على ايه. انت من كام يوم استضفت الهانم العريانه دي. طيب استضفتها ليه بقى؟ للي ما يعرفش بقى الاستاذه، انا برضو كنت راجل حمار مش فاهم حاجه. من فتره كده ظهر ايه موضوع هدير عبد الرازق. انا راجل طلوش مش مربوط في ساقيه مش فاهم. فبقول لواحد صاحبي ايه حوار هدير عبد الرازق ده؟ قال لي ده بنت استغفر الله العظيم يا رب عامله فيلم سيكو سيكو، وانا ليا واحد صاحبي معاه الفيلم ده. قلت له بجد؟ طب ما توريه، قصدي يعني ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ ما تتاكدوا الاول. قال لي لا هجيبه لك تشوف. قلت له بجد والنبي؟ يا ابني احترم نفسك يا ابني، حرام الكلام ده. قال لا هجيبه لك تشوف. قلت له يعني حلو صورته حلوه؟ قال لي صورته في الجون. فالمهم بالليل صاحبنا جاب الافلام وقال لي اتفرج يا معلم. فقعدت اتفرجت على الهانم اللي جايبها الاستاذ احمد عبد العزيز ديت، على انها دي هدير عبد الرازق. ما انا راجل حمار واللي بيتفرج التاني حمار، مع الفيلم على التليفون حمار، على ان دي هدير عبد الرازق. بس قلت البت حلوه كده ليه، وحمام سباحه، قصدي يعني في دراما في الموضوع. فقعدت اتفرجت قلت ده جامد قوي. بعد كده اتفاجئت ان مش دي هدير عبد الرازق. قال لا امال دي مين يا جدعان؟ قالوا لي بنت اسمها بوسي. قلت لهم طب فين فيلم هدير عبد الرازق بقى، احنا عايزين نتفرج. قال لي يا عم بقى اتلم بقى، انت مش شفت الفيلم الاولاني بتاع البيت دي؟ يبقى خلاص كفايه كده. قلت لهم عموما انا لازم منكم فيلم، يبقى هاتوا لي اتفرج عليه. بس جيت ابص لقيت الاستاذ احمد عبد العزيز مستضيفها. يا استاذ احمد الهانم دي لها افلام لا مؤاخذه سيكو سيكو، افلام حلوه، قصدي يعني افلام مش لذيذه. الفيلم بتاع اوضه النوم والفيلم بتاع حمام السباحه اللي شفتهم بعيني. انت مستضيفها ليه؟ ايه الهدف من استضافتك ليها؟ بتوفق رصيد في الحرام؟ يعني انت بتدق عليه؟ انا بكلمك بقى ايه، بص اصل انا راكب في المصلحه اصل مش هسيبك. انت يعني بتدق عليها انك تاخدها الساحل وهي ترقص هناك زي ما انت جايبها، بتعرض فنها وتقول لها انت ممكن تلبسي مايو في الساحل وبتاع، وقالت لك انا ممكن البس مايو في الساحل والحياه ايزي عادي يعني. طب انت هتروح معاها هناك؟ طب وبالنسبه لاخوك عصماتكو يعني مش هتاخده معاك؟ مش تاخدني معاك كده عشان نروق المسائل يا عم احمد، ولا انت هتنهض لحظه القشطه دي لوحدك؟ عموما انا عارف اللي جاي، وطبعا دي مش اول سابقه ليك، وبقالك فتره بتجيب الشمال وتعرضهم، وفجاه يبقوا ترند، وفجاه يبقوا نجوم ويفشخوا اللي جابونا. فانت ايه بقى يا عم احمد؟ انت عايز ايه بالظبط؟ قبل كده جبت هدير عبد الرازق برضو كلمتها ان الفيلم ده مش حقيقي وان كان جوزك وايه وطرمخنا. المره دي جايب لي الهانم دي، عايز ايه؟ بتوصل لايه؟ مين اللي ساندك وبيحركك الحوارات دي؟ طب انا ممكن بعد ده كله اتفاجئ ان الهانم دي بتمثل والاستاذ اشرف زكي ما بحبوش، انا بتكلم بصراحه، يسيبها تمثل عادي؟ طب ساعتها يا عم اشرف لما الهانم دي تطلع في فيلم بتمثل، هتقول لها انت نقابيه ولا خريجه المعهد ولا خريجه ورشه النقابه ولا ايه؟ هتشد بلاستر وهتسكت وما تجرؤش تفتح بقك يا عم اشرف. انا بيني وبينك اختار كبير مش هسيبهولك، بس هننقنق مع بعضينا واحده واحده. طب بالنسبه للاستاذ مسعد فودل، نقيب السينمائيين صاحبي وصديقي، او اللي كنت مفكره صاحبي او صديقي، لما يشوفها شغاله في فيلم سينما هيتكلم ولا هو كمان هيسكت ويشد بلاستر؟ عموما استاذ مسعد فودل المفروض ان هو راجل محترم، فانا عايز اتفرج الفتره الجايه ايه اللي هيحصل، وعايز اعرف مين اللي ورا احمد عبد العزيز عشان يزقوا الحاجات دي. وعايز اقول لكم ان انا قاعد لهم اقسم بالله على اليوتيوب مش هسيبهم مش هحلهم. انا صاحبهم في الوسط، بس الايام دي بقيت عدوهم
ومش هحلهم من الكبير للصغير. انا عامل مشاكل مع طوب الارض وكله قلقان مني، وكله ركبه بتخبط من الخوف مني، لان هم عارفين ان انا الصندوق الاسود حافظ اسرارهم جميعا. لو انا انسان نجس كنت طلعت شردتهم، اقسم بالله كنت طلعت شردتهم، لكن انا هتكلم في حقي بس. فيا استاذ احمد عبد العزيز، بعد اذن حضرتك بطل تجيب الشمال والناس اللي هي عاهات وتطلعهم ترند وتخليهم يخنقوا علينا، لان احنا المتعلمين خريجين ورشه النقابه، خريجين معاهد فنون مسرحيه، خريجين اداب مسرح، مش شغالين وانت قاعد تهجص. ما تهجصش وتخلي نقيب الموسيقيين يهجص، ونقيب الممثلين يهجص، ونقيب السينمائيين يهجص. ما تهجصوش، انا قاعد لكم، عصمتكم فاضلكم. لو عجبك الفيديو بقى اشترك في القناه، فعل الجرس، واخوك بقى مش هحلهم، اقسم بالله ما هحلهم. انا ممكن اقول فضايح عن ناس ماتت بس هسكت، انا هسكت. خلينا في الحي عشان نروق عليهم. سلام عليكم.